كنت دائما كنسمع وكنتصنت لبعض المشاكل خاصه في القطاع ديال التعليم اللي كانت كتقيسني بشكل شخصي، لان انا عشت هذوك المشاكل وعرفتهم وعرفت بحقهم، وعرفت بانه داكشي اللي كيقولوا هاد الاسر صحيح، وداكشي اللي كيقولوا هذوك الاسره ديال التعليم حقيقي. انا ولد منطقه ديال تارودانت، جامعه زاكموزن، كبرت في تفراوت. فاش خديت البكالوريا في تفراوت وبغيت ندير الشعبه ديال الفلسفه في مراكش لان ما كانتش كتواجد في اكادير، مشات معايا الام ديالي والاب ديالي وقطعنا واحد نص كيلومتر ديال البيست، وهما معاونيني باش هازين معايا الصاك. الحاج عبد الله غازي راه كيعرف ديك الطريق ديال تاجكلت حيت عاوني ندوزها مازال، الله يجازيه بخير. في هذيك المسافه كانت الام ديالي كتبكي والاب ديالي كيدعي معايا، وانا كنت فاهم ان السبب البكاء ديالها هو انه ما قدوش يعطيوني باش نكري باش نقرا، وما قدوش يوفروا لي هذوك الظروف. وهذه اللقطه كانت دائما حاضره عندي، انه خصني نمشي نقرا وننجح ونتوظف في اقرب وقت ممكن لان خصني نعاونهم. دونك دوزت هذيك 3 سنين في مراكش، جاب الله التيسير، شديت الاجازه مشيت ندوز التعليم. دوزت الامتحان ديال التعليم، تختاريت، مشيت للعريش. قالوا لي لي سونتر كلهم اللي كانوا دايرين بمراكش عامرين، دونك صيفطوني للعريش. مشيت في شهر 12 في دوجانبير، ودوزنا 6 شهور ديال التكوين. دوزت 6 شهور ديال التكوين في مركز تكوين الاساتذه المعلمين في العريش، وداروا لنا التكوين. والناس ديال التعليم غيعرفوا هذه البيداغوجيه في بيداغوجيه الادماج. قال لك اودي التلميذ ملي كيجي عندك خصك ما تبقاش تعطيه كثره المعارف، حط هذا الكتب على جنب وحاول تحطوا في واحد الوضعيه مشكله، وشوف واش غادي يستجمع دوك المعارف اللي كيعرف باش يفكر راسو في ديك الوضعيه المشكله. بيداغوجيه الادماج. في 2012 تبدلت الحكومه، جا الوزير جديد قال لك ديك بيداغوجيه الادماج ما خدامه والو، ما صالحه لوالو. لقيت راسي معين في المنطقه ديال ورزازات في جبل سيروه، راه كيعرف السي يوسف الشيري كيبان لي حاضر معنا هنا، في المنطقه ديال سيروه في اعلى قمه في الحدود بين الاطلس الصغير والمتوسط والكبير. ملي تعينت في هذه المنطقه، منطقه بعيده، منطقه نائيه، اول حاجه بغض النظر على الظروف الطبيعيه لقيت راسي قدامي 46 تلميذ هما اللي كانوا عندي ديال القسم الاول، يعني الدراري باقيين صفحه بيضاء خصني نقريهم. قالوا لي هذيك البيداغوجيه اللي دماج اللي تكونتي بها ما بقاتش صالحه، شنو غادي ندير؟ كله يدبر المحينو. كنا 6 الاساتذه، داك التكوين اللي تكوننا ما 4 وجوج دخلوا في اطار ما يسمى باساتذه سد الخصاص. كنلقاو راسنا قدام هذوك التلاميذ بدون اليات وبدون تكوين راسين، وكنلقاو راسنا 6 ديال الاساتذه خلاو عائلاتهم في الدوار، خصهم يصيفطوا لهم نهار السوق، الا ما صيفطتيش لهم ما غاديش يتسوقوا، الا ما صيفطتيش لهم ما غاديش يعيدوا، الا ما صيفطتيش لهم ما غاديش يشريو حوايج جداد، الا ما صيفطتيش لهم ما غيتداواوش، الا ما صيفطتيش لهم ما غيسافروش، الا ما صيفطتيش لهم ما غاديش يستقبلوا ضياف. وشحال كنشدوا في سلم تسعود 4300 درهم، 86,000 ريال خصنا نديروا فيها هذا الشيء كامل، وخصنا نكونوا فيها مستقبلنا لان شباب بغينا نتزوجوا حتى حنا ونديروا الدار ونديروا الطوموبيل ونديروا نقراو، لان كانوا معنا اساتذه بغاو يديروا الماستر بغاو يديروا. اذا هو الظروف فاش عشنا، وظروف طبعا مدرسه بريفابريكي في وقت، لان منطقه فيها الثلج 5 شهور كيطيح الثلج، السقف كيقطر، السوق ما كاينش، كنجيبوا 30 خبزه كنديروها في الفريغون كنسخنوها. وفي هذه الظروف انت مطالب انك تقري ودير الواجب المهني ديالك، وهذوك التلاميذ خصك تعطيهم اقصى ما في جهدك، لان والديهم صيفطوهم عندك باش يقراو حتى هما باش يتهناو منهم وباش يكون مستقبلهم افضل. هذه المشاكل عشتها، وفاش مشيت كنتصنت لقيت الاسر المغربيه تتحدث عن التجربه التي عشتها.
لذلك قلت بان بالفعل اذا كان شي حزب سياسي بغى يشتغل بالمعقول في هذا القطاع ديال التعليم، راه ما يمشيش يهتم مازال بالفرعيات، نديروا قوه الفرعيات في الدواور، ولا نمشيو نجتهدوا في البيداغوجيات وفي الكتب. المدخل الاساسي لاصلاح التعليم هو نفرض ظروف لهذا الاستاذ، الظروف. وهذا الشيء ما قالوش لنا فقط الاساتذه، قالوها لنا الاسر لانهم عايشين مع هذا المعلم، عايشين مع هذا الاستاذ معهم في الدوار، عارفينه كيف عايش وعارفينه شحال كيشدوا مول الحانوت اللي كياخذ عنده الكريدي كيسجل عنده في الدفتر، عارفوا امتى كيخلص واحيانا كيصعب عليه. اذا قالوا لنا المغاربه راه الا بغيتوا تصلحوا التعليم اعتنيوا بالمفتاح الاساسي اللي هو الاستاذ، هذا هو المدخل. واليوم لي الشرف انني نوقف بكل هذه التجربه اللي افتخر بها، ونشوف الحزب ديالي كيتفاعل بايجابيه مع هذا المطلب، وكيوفر للاستاذ في البدايه ديال المسار ديالو 7500 درهم، 150,000 ريال بلاصه 100,000 ريال. اذا شكرا جزيلا لكل من ساهم في هذا الانجاز.